عرفت قضية المواطن الألماني الذي كان يقيم بجماعة كتامة نواحي الحوسمة منذ 7 سنوات تطورا مثيرا قلب كل المعطيات السابقة، بعد أن اعترف الضحية بنفسه بأمر صادم أمام المحققين. وحسب ما دونه الفاعل المدني والحقوقي بالمنطقة عبد المجيد أحرز، فإن الألماني الذي كان يعيش في بيت صديق أعزب وقد فجر مفاجأة مدوية حين أكد أنه كان تحت تأثير المخدرات الصلبة لحظة الواقعة، وأنه هو من قام ببتر عضوه الذكري بنفسه، نافيا تعرضه لأي اعتداء من طرف سكان المنطقة. وأضاف الألماني في تصريحاته التي تنقلتها عدة صفحات محلية أن ساكنة كتامة كانت تعامله باحترام وحسن ضيافة طوال السنوات التي قضاها بينهم، مشيرا إلى أن ما حصل كان نتيجة لحالة نفسية غير طبيعية مر بها بسبب استهلاك المخدرات القوية. اعتراف الألماني أدى إلى إطلاق سراح كافة المتهمين الذين سبق أن تم توقيفهم على خلفية هذه الواقعة التي خلفت جدلا واسعا، غير أن صديقه الذي كان يقيم معه لا يزال رهن الاعتقال بسبب شكايات سابقة مسجلة ضده. الضحية وجد نفسه متهما بعد اعترافه بالحقيقة أثناء الاستماع إليه من طرف عناصر الدرك في تركيست التي تنقلت إلى مستشفى الحسيمة لاستنطاقه، حيث تابعته النيابة العامة بتهمتي استهلاك المخدرات وإهانة الضابطة القضائية عن طريق تبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها.